خوتي المغاربه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهم واخطر حاجه ملي كتبغي تبيع ولا تشري شي عقار، دار، بارتما، بقعه، ارض فلاحيه، اللي كان هو العقد. هذيك الكونطرا، هذاك العقد اللي كتشري ولا كتبيع به. وهاد السنوات الاخيره خصوصا هاد 2026 اللي حنا فيها دابا تغيرات بزاف ديال الامور وتحطات بزاف ديال الشروط والضوابط اللي خاصك تكون عارفها. عندك تقول انا غنمشي نكتب عند النوطير ولا العدول، راه هو غيتكلف بكل شيء، راه انت اللي مسؤول الا غيمشي لك رزقك ولا الا شريتي بشي طريقه غير قانونيه وما حميتيش راسك، ولا يمشي لك رزقك وتخلص خطيات وضرائب كبيره. غادي نتعرفوا على هادشي هذا الا بعتي وما حميتيش راسك من طبيعه الحال. اذا رد البال من هاد الامور اللي غنقول لك كلها منين تبغي تبيع او تشري عقار، كيف ما بغى يكون في 2026 وزيد القدام، يعني مستقبلا. اذا قانونيا ورسميا العقود العرفيه اللي كنتو كتعرفوا، ولا العقود اللي كدار بتصحيح الامضاء ليغاليزاسيون، ولا العقود اللي ما كدارش عند المهنيين اللي عطاهم القانون صراحه الحق ولا الصفه ديال تحرير العقود ديال البيع والشراء ديال العقارات، راه اي عقد تكتب خارج هاد الظروف راه غير قانوني وما كيحميكش، سواء شريتي به ولا بعتي به، خصوصا الا شريتي به. العقد باش غتشري ولا باش غتبيع يكون عقد رسمي، جوج الناس اللي كيكتبوه، جوج الناس فقط، يا اما عند النوطير يا اما عند العدول. من غير هاد الجوج راه ما تبيع، وخصوصا ما تشري شي ارض فلاحيه، شي عقار ولا شي بارطما ولا شي دار، الا كتبوا لك واحد من هاد الجوج ويكون عقد رسمي. والاخطر من هاد الشيء، وحتى العقود الاخرى اللي مرتبطه بالعقار بحال الوعد بالبيع مثلا، راه ما بقاش وعد بالبيع عرفي مقبول، يعني تكتبوا انت وياه عند كاتب عمومي وتقاليزي، ضروري ديروا رسمي، يعني عقد وعد بالبيع رسمي عند النوطير ولا عند العدول. الوكاله، رد بالك انت اللي كتشري جاب لك شي واحد وكاله وقال لك هاد الارض ولا هاد الدار مثلا ولا هاد كيف ما بغى يكون هاد العقار ديال فلان، راه داير لي وكاله نبيع لك. الا ما كانتش هاد الوكاله كذلك مصايبه عند العدول ولا عند النوطير ما تشريش بها، خصوصا انت اللي كتشري. وهذا الشيء كيدير المستجد اللي غيجي في هاد 2026 ملي غادي يتصادق على القانون ديال المحامي، القانون اللي كينظم مهنه المحاماه. هذا القانون اللي صادقت عليه الحكومه وكيتسنى يصادق عليه البرلمان ومزليش المستشارين باش يبدا يطبق. كيقول ان المحامين يعني ما بقاوش غادي يكتبوا العقود ديال البيع والشراء كيف ما شحال هذه ديال العقار. اذا انت باش تحمي راسك من هنا للقدام غتكتب عقد ديال البيع والشراء، غتشري ولا غتبيع شي عقار كتكتب عند العدول ولا عند الموثق النوطير فقط. من غير هاد الجوج راه ديك الكتبه ديالك راه ما مقبولاش ورزقك مشى. غنعطيكم الطريقه ديال العقد كيفاش كيدار، العقد ديال البيع والشراء ديال العقار. انا غنبيع وانت غتشري، كنمشيو عند موثق ولا عند العدول كنكتبوا داك العقد ديال البيع ولا الشراء، كنسينيو فيه والسيد تخلص اللي باع، انت اللي شريتي راه عندك العقد باش شريتي من طبيعه الحال. واش هنا سال الفيلم؟ لا، راه مازال بحال ما شريتيش نهائيا، مازال واحد الاجراءات اخرى، وهاد الاجراءات كتختلف الا كان العقار محفظ داخل المحافظه ولا غير محفظ. الا كان غير محفظ ضروري تسجلوا على الاقل في اداره الضرائب، يعني كتمشي تخلص عليه الواجبات ديال التسجيل. والعدول دابا راه ملزم بالقانون انه يسجل في اداره الضرائب هاد العقد، يقول لهم راه فلان باع لفلان، باش حتى انت الا غمضتي عينيك يعني وما بغيتيش تسجلوا عندهم في اداره الضرائب، راه كيتحسب عليك. غير كدوز 30 يوم اللي هي شهر على التاريخ باش شريتي وما مشيتيش سجلتي العقد باداره الضرائب، يعني كتبدا الخطيه تحسب عليك ديال التاخير. واحسن حاجه واهم حاجه باش تزيد تحمي راسك، كتجمع الوريقات ديالك وكدير مطلب التحفيظ. بالنسبه للعقار المحفظ تقريبا نفس الشيء، كتبتي عند النوطير ولا عند العدول خاصك تسجلوا في اداره الضرائب، والا ما سجلتيش انت راه هادوك اللي كتبوا لك، يعني هادوك الجوج سواء عدول ولا نوطير، راهم كيصيفطوا لاداره الضرائب انهم داروا واحد العقد ما بين فلان وفلان، وكيتاكدوا من اداره الضرائب قبل ما يكتبوا لك. وانا جاي لهاد النقطه هذه. اذا العقار المحفظ كذلك راه كتمشي تسجلوا في اداره الضرائب، تخلص الواجبات التسجيل حنا جايين ليها، وكتمشي تسجلوا ولا تغير التقييد ديال داك العقار في المحافظه. المستجد اللي خاصك ترد له البال بدايه من شهر 7 2026 الا شريتي شي عقار، دار، بارطما، ارض، اللي كان وخلصتي كاش يعني فلوس، راه كتزاد عليك 2% في التسجيل. فكيفاش ما تخلصهاش؟ كيفاش النوطير غيعرفني انا خلصته بشيك؟ لانه راه كتجيب معاك المراجع اللي ضروري يكون عندك الرقم ديال الفيرمو الا درتي شي تحويل بنكي، الرقم ديال الشيك الا عطيتي شيك خلصتيه به مثلا. هذاك النوطير ولا هذاك العدول راه كيشير لذوك المراجع، يعني تيحط في العقد ديال الكتابه ان فلان شرا هاد الدار ولا هاد الارض من عند فلان اللي هو باع لك بثمن قدا وقدا، والا خلصتيه كاش راه كيدير خلصو نقدا يعني فلوس، والا خلصتي بشي طريقه الكترونيه راه كيدير المراجع ديالها،
ولا شي طريقه بنكيه كيدير كذلك المراجع ديالها، كيقول ان هذا السيد شرا هذا العقار قدا وقدا من عند فلان وخلصوه عن طريق شيك بنكي، الرقم ديالو كذا وكذا بالتاريخ كذا وكذا، ولا تحويل بنكي الرقم ديالو كذا وكذا للحساب ديال هذا السيد هذا بتاريخ كذا وكذا باش ما تزادش عليك ديك 2%. الا مثلا خلصتي واحد الجزء عطيتيه 20 كاش و20 دوزتيها له، راه كيشير كذلك النوطير ولا العدول لهذه القضيه، تيقول ان هذا السيد تسلم مثلا 20 مليون نقدا و20 مليون عن طريق تحويل بنكي رقم كذا وكذا ولا شيك رقم كذا وكذا، باش ملي كتخلص ديك 2% زياده راه كتخلصها غير على الجزء اللي خلصتي يعني كاش نقدا. ورد البال راه ماشي غير النوطير، هذه القضيه راه حتى العدول يعني ملزم بها لانها تغيرات في قانون الماليه ديال 2026. الحاجه الاخرى اللي خاصك ترد ليها البال وهي شهاده الابراء الضريبي. انت ملي كتبغي تبيع ما يبغيش يدوز لك النوطير ولا العدول العقد، يعني يكتب لك العقد باش تبيع حتى تجيب شهاده الابراء الضريبي ويتاكدوا من ديك الشهاده. في بعض المرات كتوقع واحد الحاجه اللي خطيره، يعني تيدخلوا لك في هذه الشهاده حتى الحوايج اللي كيسالوك برا داك العقار، والقانون واضح. فهاد شهاده الابراء الضريبي اللي كتطلب منك قبل ما تبيع شي عقار كتكون الضرائب المثقل بها داك العقار فقط، يعني داك الشيء اللي كتسالك الضريبه على ديك الدار ولا ديك الارض، ماشي اللي كتسالك انت في شي محل ولا في شي شركه ولا شي ضريبه في شي عقار اخر، يعني ما داخلاش فيها. غتجيب شهاده الابراء الضريبي ان هاد الدار مثلا ولا هاد البارطمان ولا هاد الارض ما عليها حتى شي ضريبه للدوله، راه من حقك تدوز البيع. يعني كيقول لك في اداره الضرائب راه كنسالوك ديال واحد المحل فلان الفلاني كنتي داير فيه التجاره، ولا كنسالوك ديال واحد الارض بعتيها، الى داك العقار اللي غتبيع كتجيب شهاده الابراء الضريبي ان داك العقار ما عليه حتى شي ضريبه. واحد الاشكال كيوقع للناس اللي ما كيدفعوش ضريبه النظافه، مثلا ما مسجلش فيها عمرها جاتو، دابا راه غتزير حيت ما بقاش في الخزينه ولات في الاداره العامه للضرائب. الا جيتي تبيع غيقول لك خاصك تسجل في السجل ديال الضريبه ولا الرسم ديال السكن والخدمات الجماعيه، تسجل فيه وتخلص على دوك العام والسنوات اللي سبقاتو. ورد البال الا فرضوا عليك هذه المساله هذه عندك تخلص فوق من 4 سنين، راه كتقادم الضريبه على 4 سنوات. وباش يزيروا العدول والنوطير على هذه القضيه ديال الابراء الضريبي انه ما يدوش العقد الا ما جبتيهاش، القانون صراحه راه تيقول لهم شوف انت نوطير وعدول، هذوك الديون اللي كتسال داك السيد ودوك الضرائب اللي كتسال داك السيد في داك الدار ولا داك العقار، الا دوزتوا العقد بلا ما يجيب لكم شهاده الابراء الضريبي انه مخلصها، نتوما كتضامنوا معاه، اذا راه خاصكم تخلصوا معاه. المستجد كذلك المحافظة العقارية فعلت الدفع والأداء الإلكتروني للواجبات وصيفطات للعدول والنوطير. يمكن راه شحال هذه كيديروا هذه القضية هذه لأن المرسوم خارج من 2018. إذا دابا هذوك الواجبات ديال المحافظة العقارية غتولي تخلص إلكترونيا، وإلا كانوا غيخلصوها المهنيين عدول ولا نوطير يعني ما تبقاش المحافظة تخلص من عندك في الواجبات ديال التحفيظ مباشرة، الفلوس كتمشي تخلصها غيولي داكشي إلكترونيا. رد البال من واحد المساله مهمه بزاف. للاسف ملي خرج القانون ديال الموثقين قالوا انهم غيديروا واحد النص تنظيمي كيحدد الاتعاب ديال الموثق حسب نوع العقود والمبلغ، يعني باش شريتي انت داك العقار مثلا. ولكن للاسف لحد اليوم راه مازال ما خرجش هذا الجدول ولا هذا النص اللي غينظم هذه الاتعاب ديالهم. فالاتعاب ديال النوطير بحال اي بيع وشريه خصك تفاهم معاه، ولكن للاسف كاين واحد المساله كيديروها النوطيرات خصوصا ردوا ليها البال، يعني كيجمع لك هو كل شيء لانه هو قال لي كيتكلف يسجل لك العقد، يخلص لك الواجبات ديال التسجيل ويحفظ لك داك العقار ويدخلوا لك بسميتك في المحافظه، فهو كيجمع لك كل شيء دقه واحده. ما تيقولش لك مثلا راه التسجيل قدا وقدا، التحفيظ قدا وقدا، الاتعاب ديالي يعني اللي الخلاص ديالي اللي صايبت لك انا هذا الشيء راه قدا وقدا، كيجي كيقول لك مثلا 4 المليون، هو راه جمع لك فيها كل شيء، انت ما عارفش شحال هذه شحال هذه شحال هذه. اذا تاكد انك تعرف شحال كتخلص لكل حاجه، وتاكد انك تطلب من النوطير يعني يفصل لك داك الشيء راه من حقك، ودير حتى انت الحساب ديالك. تسجيل في الضريبه ديال الارض 5%، تسجيل بنايه محل تجاري فيلا دار بارطمان 4%، المحافظه 1.5%، وواحد المصاريف في المحافظه راه كتكون ما بين 100 حتى ل 300 درهم. ديما دير حسابك هاد الارقام والنسب اللي قلت لك وجمعهم، يعني باش تعرف شحال خلصتي للدوله وشحال خلص لك النوطير للدوله، باش مني تحيد هاد الشيء هذا اللي غيبقى راه غيديه النوطير كله. فإلا حسبتي مثلا المصاريف ديال التسجيل بالنسب اللي عطيتك والمحافظه بالنسب اللي عطيتك لقيتيها 3 المليون، والنوطير قال لك مثلا 4 المليون، غتعرف ان ذاك المليون يعني راه كيديه النوطير.
فما تنساش انه راه من حقك تطلب من النوطير يعني يفصل لك كل حاجه بوحدها، وتعرف كل حاجه شحال خلصتي فيها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.